احنا اسفين يا سيادة المستشار، لو مجلس إدارة الزمالك ده عنده شوية من الدم يقدم استقالته النهارده. حسبنا الله ونعم الوكيل، احنا تعبنا. إدارة الزمالك الفاشلة، إدارة الزمالك الفاشلة. أشرف بن شرقي دلوقتي في مصر وبيعمل الكشف الطبي ووقع للنادي الأهلي 2.5 سنين. مبسوطين؟ مبسوط يا كابتن حسين يا لبيب؟ مبسوطين يا مجلس الإدارة؟ مبسوطين؟ إمام عاشور راح الأهلي، كهربا راح الأهلي، ياسر ابراهيم راح الاهلي، دلوقتي بن شرقي وبيفاوضوا زيزو. الاهلي بياخد بطولاته بلعيبه الزمالك اللي الزمالك عملهم. احنا هنا مش هنلوم على اللعيبه، يعني انا هنا مش هلوم على بن شرقي ولا امام عاشور ولا هلوم على لعيبه الزمالك اللي راحت الاهلي، ومش هلوم على اي حد بيدور على مستقبله وبيدور على نفسه وبيدور على حياته. مش هلوم على اي حد بيدور على مصلحته. الناس دي فضلت لاخر لحظه مستنياك كزمالك تخلص معاهم. بن شرقي ده كان قدامنا في الصيف ببلاش. احنا اللي اداره فاشله وفضلنا نماطل لحد ما الراجل راح الاهلي. بن قلبي راح الاهلي. حسبي الله ونعم الوكيل في مجلس اداره الزمالك. احنا اسفين يا سياده المستشار، اسفين يا ريس. ولا يوم من ايام مرتضى منصور. احنا دلوقتي كلنا بنقول فين ايامك يا مرتضى؟ ايه يا كابتن حسين؟ الكابتن احمد سليمان. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. معلش على راي بن شرقي، معلش. بن شرقي بيعمل الكشف الطبي وموجود في القاهره ومضى للاهلي 2.5 سنين. يا بتوع الزمالك تدخل في مفاوضات لضم بن شرقي، ده كلام عشان تنيمونا، عشان يطلع في الاخر اللعيب هو اللي وحش. انا بس بفهم الزملكاويه عشان تفهموا النقطه دي. حته ان الزمالك دخل يفاوض بن شرقي بعد ما الاهلي مضى معاه عشان يطلعوا في الاخر اللعيب هو اللي وحش واللعيب هو اللي اختار الاهلي، لا. احنا اللي خسرناه، زي ما احنا اللي خسرنا امام. زي ما مجلس الاداره اللي موجود ده دلوقتي هيخسرنا الزمالك كله. الزمالك بينهار. لو فيكم بني ادم واحد عنده دم او كرامه يطلع يستقيل. لو مجلس اداره الزمالك ده عنده شويه من الدم يقدم استقالته النهارده، ولا زملكاوي قابل وجودكم تاني. احنا تعبنا. انا زعلان علينا احنا. كل التحيه والتقدير والاحترام لاشرف بن شرقي اللي لحد اخر لحظه كان متمسك بينا. كل التحيه والتقدير والاحترام لامام عاشور اللي قالها في قناه الاهلي لحد اخر لحظه انا كنت متمسك بالزمالك. حسبي الله ونعم الوكيل.